بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وحال يا رب. النهاردة فيديو جديد، ان شاء الله يكون فيه افكار حلوة تساعدكم بإذن الله. تابعوا الفيديو للآخر وهتشوفوا فيه هقدم لكم النهاردة ان شاء الله اكلات سهلة وبسيطة واقتصادية على قد الايد. وبدل بقى ما نحتار ونفكر هناكل ايه، في كذا أكلة النهاردة معانا، سهلين وحلوين أوي إن شاء الله تعجبكم. أول أكلة معانا دي رز بالخضار و وبانيه. هتلاقوا الطريقة على القناة، كل الأكلات اللي هاقدمها لكم هتلاقوا الطريقة بتاعتها بالتفصيل على القناة، وإن شاء الله تكون طريقتها سهلة وبسيطة وتقدروا تنفذوها. تاني أكلة النهاردة معانا طاجن بطاطس كفتة السردين. كان جديد وطبق زي ما هتلاقوه إن شاء الله على القناة، هو طبق مغربي وهيعجبكم جدًا، جدًا، من الأطباق بجد اللي جربتها وعمري ما هاغيّرها إن شاء الله. طريقته حلوة وسهلة وخفيفة ومن غير دهون ومن غير قلي بقى، وطريقته حلوة جدًا وطعمه كمان حلو جدًا، جدًا، وهيعجب الولاد أوي. أنا عن نفسي الحمد لله عجب ولادي وطريقته سهلة ولذيذة. وهتلاقوها الطريقة بالتفصيل على القناة. كنت عاملاها بسمك سردين اللي هو الصغير اللي احنا أوقات بنقول عليه بسريع، مع رز صيادية وسلطة خضراء. وهتلاقوا برضو طريقتي في الرز الصيادية على القناة إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. تالت أكلة معانا النهاردة وهو الكشري المصري بكل حركاته بقى وتكاته وهتلاقوه بطعم حلو جدا جدا جدا، وبطريقة برضو سهلة. ازاي تخلي المكرونة بتاعتك مفلفلة كده وما تعجنش منك مهما كان نوع العجينة بتاعتها، سواء غالية أو رخيصة. هاتي يا ستي أرخص نوع عندك مكرونة، هقولك ازاي تحافظي عليها تفضل كده مفلفلة واحدة بوحدتها من غير ما تعجن منك ولا حاجة. حتى لو قعدتي تسخني فيها 3 4 أيام ورا بعض عمرها ما هيجرالها حاجة. وازاي كمان تعملي البصل بتاع الكشري المقرمش والصلصة بتاعته بكل تكاتها. كمان معانا النهاردة تالت أكلة، مكرونة بالبشاميل. ازاي من ربع كيلو لحمة بس عملت كل الصينية دي، يعني احنا بألف هنا الحمد لله. كفتنا يومين كمان بربع كيلو لحمة بس. بنزود بقى في العصاج خلطة كده حلوة تخلي طعم العصاج نفسه جميل. وازاي نخلي البشاميل بتاعنا كمان غني من غير ما نزوده إضافات كتير غالية، أو إزاي نعمل المكرونة البشاميل بطريقة اقتصادية وإزاي كمان تطلع معانا ناجحة جدًا، 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 وjuicy كده وحاجة تفتح النِفس وحاجة كده جميلة. بُصّوا شايفين المكرونة من جوّه، شايفين حتى بعد ما استوت المكرونة لسه الواحدة بوحدتها ما اتعجنتش ولا أي حاجة. بُصّي البشاميل إزاي طري ولذيذ كده وjuicy خالص. إزاي نعمل الوش بتاع المكرونة الحلو كده من غير ما نحط لها جبنات ب10 11 ألف جنيه وإزاي تطلع معانا المكرونة ناجحة جدًا. وبُصّوا العصاج ما شاء الله مع إنه معمول بربع كيلو لحمة بس الحشو حلو أوي، 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 مش فاضية يعني زي ما ناس بتفتكر كتير. النهارده كمان معانا رز بالشعرية بقى كده، وإزاي نطلّع الرز بشعرية طعمه غني وباين فيه طعم الشعرية وطعم الرز، وإزاي يبقى حلو أوي كده إن شاء الله. ومعانا كمان لوبيا، لوبيا اللي هي بعين سودا، ممكن نعملها فاصوليا بيضة. إزاي نعملها وإزاي تبقى حلوة أوي كده ومضبوطة إن شاء الله، هتلاقوها برضه الطريقة على القناة. وممكن نعمل بقى نحط لها معلقتين عصاج أو ما نحطش، وتبقى أكلة حلوة والحمد لله على كل حال. وكمان عندنا العدس المغربي، آسفة، العدس الباكستاني. الطريقة المغربية بيزودوا له بس فلفل ألوان وشوية بهارات كده مختلفة شوية، بس هتلاقوا برضه الطريقة على القناة وحلوة أوي، 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 وهيعجبكم بجد من الأحلى المرات اللي أكلت فيها عدس في حياتي يعني. معانا هنا كمان صينية رز معمّر وصينية بطاطس من غير لحمة، من غير كفتة، من غير فراخ، من غير أي حاجة وطماطم مخللة وكان طعمها زي العسل. وإزاي نطلّع الرز المعمّر مضبوط من غير ما نكعبل الدنيا وتبقى الدنيا صعبة معانا، بمقادير مضبوطة وإن شاء الله هيطلع معاكم حلو أوي. وعملنا كمان الحاجة الحلوة بتاعتنا كيكة شوكولاتة
بصوص شوكولاتة كده مميز وسهل وبسيط من غير برضو تكاليف كتير و عشرتاشر جنيه يعني، لأ بطريقة كيكة المية اللي هي من غير بيض خالص، وازاي تطلع معاكي هشة وخفيفة ولذيذة ومفرولة كده من جوه، وازاي الصوص بتاعها من فوق يبقى مليان كده كأنك حاطة فيه نص كيلو شوكولاتة، مع ان هو مفهوش ولا حتة شوكولاتة. صوص اقتصادي، وكمان الكيك بتاعنا نفسه اقتصادي. بصوا من جوه بقى تحفة 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 بجد، حلو قوي. جربوه ان شاء الله مش هتندموا، هتلاقوا برضو الطريقة على القناة. يا رب كل الوصفات اللي هقدمها لكم النهاردة تعجبكم، وتلاقوا الطريقة بتاعتها على القناة وتنفذوها. ويا رب يكون في الفيديو قدمت لكم افكار حلوة تقدروا تستفيدوا منها على مدار الاسبوع، بدل ما نحتار ونفكر هناكل ايه كل يوم. ودي حيرة كل بيت وكل ست مصرية، كل ست في العالم يعني. ان شاء الله يا رب يكون الفيديو يقدر يساعدكم، يقدم لكم افكار حلوة تقدروا تستفيدوا منها. وان شاء الله تجربوا الوصفات وتعجبكم. واتمنى دايما تفرحوني بتعليق منكم يشجعني اني اكمل، ولايك لو عجبكم الفيديو، وتشير وسبسكرايب مع فوفة. والسلام عليكم ورحمة